السلام عليكم الحباب، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناه وصفات طبخ مع رشيده. فيديو جديد غادي نقدم لكم واحد الوصفه غزاله بزاف. حضروها الفطور اولا السحور. من عجينه واحده غادي نحضروا هاد جوج ديال البطبوط. بطبوط مقلي في الزيت، والبطبوط اللي في المقله معمرين بجوج بواحد الحشوات اللي اقتصاديين وغزالين بزاف وبنان بزاف. بقوا مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه، وما تنسونيش بلايك واشتراك. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنسونيش بالضغط على زر لايك واشتراك باش توصلوا بكل ما هو جديد. بقوا مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنايا خديت في قصريه، خديت نصف كيلو ديال دقيق الفورس، وخديت ربعة ديال دقيق القمح فينو نوعيه جيده. هنايا درت ملعقه صغيره ديال الملح ما تكونش عامره، وملعقه صغيره ديال السكر سنيده، وهنايا ملعقه ونصف ديال الخميره ديال العجين. هنايا صافي غنبدا نجمع هاد العجين هذا، هاد الدقيق هذا بالماء دافي. من بعد غادي نضيف ليه هنا واحد 2 معالق ديال الزيت. صافي تندخل فيه مزيان داك الزيت، من بعد تنخليه يختمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. من بعد هنايا غادي ندوزو للحشوه الاولى اللي هي غادي ناخذ واحد البصيله مقطعه رقيق. انا هنا درت بصله الخضاريه، درت لها هنايا الزيت، زيت زيتون اولا زيت المائده، درتهم يتشحروا مزيان. عاده غادي نضيف هنايا واحد 125 غرام تقريبا ديال الكفته، اولا 200 اولا على حسب الكميه نتوما اللي قديتوا عليها. هنايا واحد 2 خزيات اللي تيكونوا محكوكين على شكل طولي. صافي غادي نشحرهم مزيان. من بعد غادي نضيف هنايا التوابل. درت هنايا التحميره، سكنجبير، الخرقوم، هنايا درت شويه ديال التحميره والابزار. انا هنا تنخلط التوابل تنديرهم في واحد القريعه والوقت اللي بغيتهم، وصافي ناخذ هنايا العطريه تنديرها في الحشوه تتجي سهله، طريقه سهله. صافي من بعد راه غادي ناخذ الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء، غادي نضيفها لديك الحشوه مع الزيتون مقطع وشويه ديال القزبر ومعدنوس، وصافي غادي نحركوا الحشوه مزيان باش ديك الشعريه حتى هي تلبس لنا بديك التوابل. صافي من بعد الا بغيتو ديروا ليها الفرماج احمر ديروا ليها. صافي هنا غادي ندوزو للعجين بعد ما اختمر، غادي نفرغ منه داك الهواء وغادي نقسمو لنصفين. الشكل الاول غادي نشكلو بهذه الطريقه هذه. المهم غادي نشكلهم على شكل ديميني بطبوط. ممكن تسرحوا العجين في خطره وتقطعوها بشي سيركل. انا هنا تنفضل انني ندير لهم هذه الطريقه هذه، تيجيوني ساهلين بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد ما كورتهم هنا دوزتهم في الدقيق الفينو. صافي من بعد راه صافي نيشان تنبدا هنايا نسرح فيهم، تنديرهم في واحد الزويف، تنخليهم ما تنخليهمش يختمروا مباشره، تنطيبوهم حيتاش البطبوط بغيتوه ينجح لكم. خليوه يختمر المره الاولى مزيان، عاده المره الثانيه صافي غير قرصوه ونيشان طيبوه، تخليوه حتى تكملوا كاع البطبوط اللي عندكم. صافي ودوزوا الاولى اللي قرصتوها هي اللي غادي تزيد، هي اللي غادي تطيبوا. صافي هنايا درت واحد المقله درتها تسخن، درت هنايا المقله اللي ما تتلصقش. صافي هنايا تنبدا نحرك في البطبوط باش هنايا يتنفخ لينا. شوفوا تبارك الله كي تيجي غزال بزاف وناجح معكم من اول تجربه. غير تبعوا هاد الخطوات هادو اللي قلت لكم وراه غادي ينجح معكم من اول تجربه. صافي هنايا تنبدا نقلب فيه بهذه الطريقه هذه حتى تيتنفخ. صافي تنبدا مستمره بنفس الكيفيه. شوفوا كي تيجي منفوخ وتيجي مهوي من الداخل وخاوي ومفشفش.
صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط بعد ما طيبناه. هنايا غادي نعمروه بديك الحشوه اللي درنا ديال الكفته والفيرميسيل. هاد الحشوه هادي تتجي لذيذه بزاف، جربوها وردوا عليا في التعليق كيف جاتكم. ممكن تضيفوا ليها هنايا الفرماج احمر. صافي هنايا غادي ندوزو العجين الثاني. هنايا غادي نشكل منه 4 ديال الكرات. تنخدموهم بهذه الطريقه هذه. صافي تنحطوهم جانبا. هنايا تناخذوا شويه ديال الحليب مع شويه ديال هنايا داك الزنجلان الابيض، تندوزوهم هنايا في الحليب بهذه الطريقه هذه. عاد زنجلان تعطيهم واحد شكل زوين. هذا الزنجلان هذا الابيض راه واخا تديروه في الزيت راه ما يتحركش، تيبقى الشكل ديالو تيبقى ابيض بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى تنكمل هاد 4 ديال البطيبيطات. صافي مباشره هنايا تناخذ واحد شويه ديال دقيق الفرص. تناخذ الاولى اللي شكلنا. صافي تنبداو نسرحوها بهذه الطريقه هذه، طريقه سهله. نخليوها رقيقه واحد شويه. صافي وغادي نقطعوها بهذه القطعه ديال البيتزا على شكل مثلثات بهذه الطريقه هذه. صافي نحطوهم جانبا في واحد زويف. نغطيو عليهم هادو حتى يختمروا واحد شويه، ما نخليوهمش يختمروا بزاف. صافي ونطيبوهم في الزيت. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما درتهم في الزويف. صافي هنايا درت الزيت سخن. صافي وتنبدا هنايا تنقلي هذا البطبوط هذا بهذه الطريقه هذه. راه ما تياخذش لينا الزيت، ما تيهزش لنا كاع الزيت. هنايا راه غادي تجربوه وغادي تشوفوا راه الزيت ما هز كاع نقطه ديال الزيت، تيجي غزال بزاف. شوفوا راه ما درتش كميه بزاف ديال الزيت، وشوفوا كي تيجي من الداخل تيجي خاوي ومفشفش. هنايا صافي غادي ندوزو الحشوه اللي غادي نديرو لهاد دي ميني بطبوط. هنايا درت واحد العلبه ديال الجبن، درت هنايا علبه ديال المايس، درت الكاشير اولا اللانشون اولا لا دان فيمي اللي متوفر عندكم. هنايا درت واحد شويه ديال الفرماج احمر، درت علبه ديال الطون، وكان عندي واحد شويه ديال الموتزاريلا، درت شويه ديال الابزار. صافي غادي ديروا شويه ديال الزعتر. صافي وزيتون خضر الا كان متوفر. صافي غادي نحركوا هاد الحشوه مزيان ونعمروا بها البطبوط، نعمروا بها هاد المثلثات هادو. صافي وندير واحد شويه ديال الخس. صافي هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس الا كنتوا اول مره تزوروا القناه. شكرا على الدعم والتشجيع وعلى المشاهده، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء، وبصحه وراحه فطوركم ورمضان كريم.